غزوان شعبان، رئيس المكتب الفني بلدية الشعب في منبج. بالنسبة لمشاريع السنة اللي انتهت تقريبا يعني من فترة أيام إن شاء الله، في عندنا مشروع الأكاديمية، الطريق الأكاديمية السلم وانتهى. مشروع المحلق اللي شمال المقبرة الشمالية كمان تسلم وانتهى، زائد مشروع التخصصي ال 22. هذول ضمن المشاريع اللي انتهت يعني سلمت. ومشروع النافورة من يومين تسلم أيضا، مشروع النافورة اللي في الساحة العامة. وفي عنا مشروع المحلات كان واقف بسبب الموازنة والمالية والكذا، يعني هذا أيضا اليوم باشروا فيه إن شاء الله خلال يعني شهر وشوي إن شاء الله يسلم. وفي عنا مشاريع قيد الإنشاء حاليا، مشروع صرف صحي شرقي دوار الهرم جرابلس شغالين فيه يعني. وفي مشروع صرف صحي شوارع متفرقة اللي هي تقريبا بحي تشيلاوي وطريق جرابلس ال4 كيلو تقريبا بهالمناطق هي يعني. إن شاء الله بنباشر فيها اليومين 3 كمان. وعندنا مشروع الشارع اللي جنوبي مشفى الحكمة، في شارع ال 22 هذا يصل بين نهاية شارع مشفى الحكمة وشارع البراعم اللي تنفذ من سنتين. هذا في مشروع تعبيد ورديف وصرف صحي جزء بسيط. هي المشاريع بالنسبة للمشاريع الطرق والصرف الصحي والتعبيد. أما بالنسبة لمشاريع الزفت، عندنا مشروع الزفت المد، حاليا مدينا شارع 32 غربي مسبح منقوش وشارع الجمارك المد، والمشفى الهلال هذا الجديد بشارع الرابطة إن شاء الله هاليومين 3 يعني تيسير رب العالمين نزفته. وشارع المقبرة مقبرة الشيخ عقيل في شارع 20 اللي جنوب المقبرة. وشارع الحذيفاوي اليوم انتهينا من تسويته خالص. يظل عندنا شارع الوادي وشارع الشوارع اللي ضمن جورة العرايس، في هون البلدة القديمة في عندنا عدة شوارع بدنا نزفتها إن شاء الله. صعوبات أكثر شيء يعني ظروف العمل وزحمة السير، هي بالنسبة أكثر شيء زحمة السير يعني بالبلد معروفة. زحمة السير من دائما من الصبح للساعة 1-2 في أزمة مرورية دائما. فهي الصعوبات اكثر شيء واجهتنا. الزفت تعرف انت يعني لازم يكون الشارع ما السيارات ما بيروحوا ما بيجي، يعني في صعوبة شوي كان بالامر هذا، والحمد لله تيسرت يعني ماشي. والله الخطة الجديدة لسه ما انحطت يعني، بس ان شاء الله خلال 10 او 15 يوم يصير الخطة الجديدة، قيد الدراسة قيد الإنشاء إن شاء الله. بالنسبة للشعب مشكورين الأغلب يعني، دائما كان في تعاون من الشعب مع البلدية يعني الأغلب. طبعا في حالات فردية مثلا بتعرف أنت يعني، ما وكل العالم مثل بعضها، بس الحمد لله بالنسبة الأكبر كان في تجاوب كويس الحمد لله.